السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو جديد وسهل وبسيط وهو البابا غنوج. بس قبل ما ندخل الفيديو حابة اطلب منكم انكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. معايا بتنجانية وغسلتها وهسيبها طبعا بالعنقود بتاعها بالشكل دوت وهحطها على النار، وهسيبها على الجنب دوت شوية، وبعد شوية هبدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني بحيث ان هي تطيب من الجنبين. تمام كده. بعد ما طلعتها بقى بالشكل دوت هبدأ ان انا نقشرها تقشيرها سهل خالص وبسيط. هبدأ اقشرها بالسكينة كده، ولو سيبناها وبردت شوية هبدأ ان انا اقشرها بايدي كده. بعد ما خلصت تقشيرها انا سبت المية بتاعتها ما رميتهاش. هبدأ بقى ان انا اهرسها، نهرسها بالسكينة او بالشوكة. بعد كده نبتدي نحط الاضافات. حطيت هريسة شطة وكمون وتوم وملح. طبعا الاضافات الملح دي حسب ما انتي بتحبي الحاجه ملحها ايه. وضفت 3 معالق من 3 معالق صغيرين من الطحينه. الطحينه بتديها قوام حلو قوي وبتديها طعم جميل. وهضيف عليها كمان معلقه كبيره من الزيت، وهنزل عليها كمان بمعلقه صغيره من الخل. نبتدي بقى كده بالمعلقه نقلب المكونات كلها مع بعض، وبظهر المعلقه كده هبدأ ان انا اهرس البتنجان بالشكل دوت كده. تمام كده بقى الطبق بقى جاهز معايا. حبيت ان انا ازوقه كده بالخضره من الجناب كده، وكده بقى جاهز معايا للاكل. هنقدمه طبعا مع كفتة، مع فراخ، مع اي حاجة. وجبة صحية وخفيفة، وياريت تعجبكم، وياريت ما تنساش اللايك. مع السلامة.